على جميع الطوائف في سوريا أن تعترف بما تعرفه جيدا، بأن الظلم والقهر والقمع على مدى عقود من حكم الأسدين كان من نصيب الأكثرية السنية. من دمرت مدنهم وقراهم ومحيت عن وجه الأرض هم الأكثرية السنية. كل الذين يسكنون في المخيمات في سوريا هم سنة، في مخيمات دول الجوار أيضا هم من السنة. لا يوجد سوري غير سني يسكن بخيمة. 99% من الذين قتلهم النظام من المدنيين كانوا من السنة. 99% من المعتقلين والذين قتلوا تحت التعذيب كانوا من السنة. هذه الأرقام لم تكن نتيجة منطقية لأنهم الأكثرية والله هم كثيرون، لا إطلاقا. كان هناك استهداف حقيقي لتلك الأكثرية. وبينما كان السنة يعانون الاضطهاد والذل والقمع والاعتقال على الحواجز بتهم الإرهاب، كان أبناء الطوائف الأخرى يعتبرون بنظر النظام أو شبيحته شركاء بالوطن. تفضل يا خالد، تفضل يا ابن العم. السني لا، لم يكن يعامل هكذا.